السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في يوم جديد وروتين جديد. حطيلي لايك للفيديو واشتركي في القناة ولا انت مش مشتركة. يلا بقى نبدأ كده بروتيننا الجميل ده. بصوا، من اجمل الروتينات اللي بعملها في البلد، بجد في بلاد النوبة. روتينات جميلة جميلة جدا. تابعوا معايا بإذن الله، هنزل لكم شوية فيديوهات جامدة جامدة جامدة. بجد بقى. اخدت اجازة نص السنة هناك طبعا. قضيتها هناك يعني كلها. جميلة. بصوا، والشمس مش قادرة اقول لكم على كمية الشمس اللي هناك والدفا والحياة حلوة قوي والله. احنا جايين وزعلانين. يلا بقى نبدأ الفيديو كده واوريكم كده كل حاجة، ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. يلا بقى صلوا على النبي معايا، ما تنسوش الاذكار، الصلاة على النبي. بص بقى، هنا انا طلعت كده بره بصور جمال الشمس. بص الشمس رهيبه رهيبه جميله قوي بجد. انا بعشق، انا كنت كل يوم ان انا اقعد في الشمس دي، مش بقوم من جنبها خالص. احمص الجسم تمام فيها وبعد كده اقوم. الشمس جميله قوي، واحلى حاجه ان هو يعني على قد ما الجو برد في اسوان، بس الشمس حلوه. ما تحسيش بالبرد الا الا بالليل الصراحه يعني. لان الشمس اصلا زي ما انتم شايفين، الشمس عامله في البيوت، في البيوت كلها كده وفي الشوارع. وبصوا الناس اصلا كلها بتقعد بقى تشمس، تخلص شغلها وتقعد تشمس. انا اصحى الصبح بقى، بستلم، شايفين الطوبه اللي جنب الشجره دي، بقعد فيها بقى الشمس بقى احلى تشميسه. هنا اديت لبنتي الخرطوم كده بعد ما كنست بقى، كنستها كده عشان عيالي بعيد عنكم بقى. عيال لما يلاقوا البلد بقى، خدوا عندكم التراب واللعب والورق، وبص زحمولي الدنيا وبهدلوا الدنيا. فانا كنست الشارع كده قدام البيت، كنسته ورحت قلت لبنتي وصلت الخرطوم كده وانا نزق الشجر دوت، حرام عطشان وكده. ما كانوش سائلين فيه بقالهم كام يوم، فقلت لا نزق الشجر كده وقعدت اصورها كده. انا عارفاكم بتحب الروتينات الجميله دي الصراحه. يعني الواحد يتمنى يعيش فيها على طول والله. احنا اتربينا فيها وقعدنا فيها وكل حاجة، بس الواحد لما اتجوز بقى كل واحد بيشق طريقه شمال ويمين وكده. فكنسناها كده وروقناها وخلاها زي الفل، وانا نزقيها بقى كده. وانا كنت زارعه الصباره، اللي متابع معايا فيديوهاتي كنت زارعه صباره هنا في وسط الاشجار. كل ما اروح اخد منها، اشوف منها الصبار واعمل منها ماسكات. وبصوا تحفه جميله، بعشقها قوي. المره دي رحت لقيتها، بصوا خلاص هتموت من العطش. مش عارفه ليه ما كانوش بيزقوها، نسيوها ولا ايه، مش عارفه. المهم رحت زقيتها انا وكده. الله المستعان. شايفين بقى جمال الشمس؟ بص والله العظيم مهما اوصف لكم واقول لكم مش هتحسوا باللي انا كنت حاسه بيه. هنا كده ولعنا كده عشان نعمل دمس الفول. احنا هنا بنعمل في البلد، بنعمل دمس الفول كده احلى طريقه فول واجمل فول. بصوا زبده بيطلع معاكي عسل عسل عسل. بنولع كده، عاملين بقى شويه البتاع دوت كده عشان نولعها وخلي النار تصفى كده وتهدى. ونروح نحط قدرة الفول، بنعمل قدرة ونحطها بقى. وطعم الفول ما اقولكمش حاجة، عسل لوز اللوز. لو وصلت معايا لحد هنا حطي لي بقى لايك للفيديو عشان القناة تكبر كده، عشان عايزة القناة تكبر بقى كده. انا تعبت من القناة دي خلاص، طهقت. بإذن الله كده ان شاء الله ربنا يكرمنا يا رب جميعا حق يوم الجمعة. انا بسجل لكم الفيديو ده النهاردة الجمعة. يكرمنا يا رب، يا رب يكرمنا جميعا يا رب كده، وحقق احلامنا وحقق امنياتنا يا رب. ويكبر قنواتنا اللي مش ناوية تكبر دي. بس هنا اختي جت بقى كده وخلاص النار هديت شوية. بنتعمل بقى بالعصاية كده عشان خاطر نوسع مكان كده عشان نحط قدرة الفول. بعد كده بجد والله الفول ده تحفة 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 تحفة. انا هنا عن نفسي بعمله على البوتاجاز وكده، بس مش زي ده. انا لما اروح البلد بجيب معايا الصراحة فول من دوت. الطعم رهيب، جميلة. والفولة بقى تستوي زبدة معاكي وحمرة كده. بصي ما اقولكيش بقى، ولا تحطي عدس ولا طماطم ولا اي، هي الفول بس تحطي كده وتحطيه غلبتين على البوتاجاز، وتروحي تنزليه بقى في النار دي، في الدمس ده. اسمه الدمس عندنا هنا، بنقول عليه الدمس. بصراحة العيشة هناك جميلة قوي، بجد والله العيشة حلوة جدا جدا يعني.
اهي حطينا بقى القدرة دي بتطلع بقى فحمة مفحمة. هتقعد بقى تغسلها وتعملها، بس بنزقها كده، وبعد كده نروح نلبس القدرة من فوق، بنلبسها طبق عشان الطبق هيسيح. انا بقول لها يا بنتي الكيس هيسيح، بنلبس كيس، بقول لها الكيس هيسيح، قالت لي ما هي انا عايزاه يسيح على الطبق عشان تبقى مقفلة محكمة كده، وايه، ويغلي مع نفسه. وشوية كده اخر اليوم كده بنروح ايه يعني، مش اخر اليوم يعني، يعني بعديها بساعة بساعتين كده، احنا بنسيبه لحد يعني دلوقتي الكلام ده الصبح على فكرة، الساعة 9، 9 8 9 حاجة زي كده. بنروح نعمل كده دمس الفول، بعد كده نروح آه كمان ساعة أو ساعتين بنروح نديله بقى مية، نديله مية بقى دافية كده، اللي بيكون عطشان بقى بتديله مية، تديله مية ايه عشان يستوي معاك ويبقى زي الزبدة وجميل جدا جدا. انا لما باجي بقى بروح البلد وكده باخد بقى، هي كانت عاملاها لي انا دي على فكره. انا كنت ماشيه صبحه ماشيه تاني يوم، فهي عملتها لي وكده. ففي اختي بقى ساكنه جنبينا برضو عايزه تحط برضو قدرة فول، فوسعنا لها مكان كده عشان خاطر ايه تيجي تحط هي رخرة. زي ما قلت لكم والله احلى اكلة فول بجد يعني. اللي نفسه يجي أسوان، حابب أسوان يشرفني يكلمني، وأنا تحت أمركم بجد، هستناكوا وهبقى سعيدة جدا. أسوان خرافة في الشتاء بجد، أسوان جميلة جدا في الشتاء، حاجة كده عسل 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 عسل. فروحنا خدنا الاجازه هناك، لما بتقضي بقى الاجازه هناك بقى في الشتاء كده حاجه بتبقى جميله جدا. واحنا على فكره اليوم كله كنا قاعدين بره بقى، كنا قاعدين بره هنا قدام الباب. قصب بقى ناكل بقى، فرشنا حصيره كده وقعدنا بقى تحت الشمس بناكل قصب وبناكل بلح. بس للاسف الحته دي اتحذفت في الفيديو، مش عارفه راحت فين، انا صورتها بس مش لاقيها بين الفيديوهات. ساعات كده بتلاقي مقاطع تختفي منك. كان قصب لما قلنا يا بس، والله كان كمية قصب. انا ساكنة في اسوان برضو مش بعيد، بس دي بلاد النوبة يعني بلادنا. فروحت جيت سألت على عود القصب وكده، لقيت عود القصب ب5 جنيه، وحش ومزعزع كده ومسوس ووحش. اما جيت هنا بقى قلت لهم ده احنا ده كنا هنشتري وما اشتريتوش. راح الله يبارك له ابن اختي، راح جاب لي بقى عربيه مليانه، وراح رماها لي جنب الباب بقى، واشتغلنا عيالي تقولي ما كلوش قصب بقاله سنين. قعدنا ناكل في القصب ناكل في القصب. بعد كده جبنا الزيار كده، قلنا نغسلهم بقى غسلة محترمة كده ونعبيهم. غسلناهم بقى ودعكناهم بقى بالطوب الأحمر كده زي ما انتوا شفتوا. وعبيناهم أحلى مية تشربيها من الزير بجد، أحلى مية جميلة جميلة جميلة. تلاجة تقولي هتشرب مية من الشتا الصيف، خلي بالكوا يعني. مية الزير دي مسكرة وجميلة قوي. بس بقى كده خلصنا، وبوريكم بقى المنظر الجميل ده، الهدوء، شايفين الهدوء، الهدوء التام. انا فرحانه بالشمس والله. يعني الشمس ديت، انا في القاهره واسكندريه ما بيشوفوش الشمس. وعندنا هنا بقى بنات العيله ما شاء الله، اول ما بيسمعوا ان احنا جينا بصوا بيتكسفوا ويضحكوا ازاي، اول ما يسمعوا ان احنا جينا بيشرفونا على طول. على طول بيحبوا عيال قوي، وانا ابقى عمتهم وخالتهم كده يعني، عمه وخاله وكله. سلطه. بييجوا بقى يلعبوا مع عيال، شوفوا بقى الكائن الاسواني ده. لا. مصيبه دي. فبيقعدوا بقى بيلعبوا مع عيالي وكده، وبيعيشوا بقى. انا عيالي والله جم من البلد، قلت لهم بقى خلاص كده معانا دروس، معانا واحده في كيجي والتانية في سنه اولى. فقلت لهم لا احنا هنروح نشوف بقى ورانا ايه، وخلاص المدرسه والدروس على الابواب وخلاص يعني، خلينا نخلص. قلت لهم ان شاء الله هنخلص مدرستنا ونروح تاني، احنا هنبطل مش هنبطل يعني. محدش بيبطل عن اهله وناسه واخواته. انا والدي ووالدتي متوفيين، بس انا باجي عند اخواتي هنا ساكنين كلهم جنب بعضهم، وبنشوف بعضنا وبنقعد، كفايه القعده معاهم الصراحه. العشق والله، والله اللمه جميله جدا، والقعده مع الاخوات وناسك حاجه جميله جدا، بتبقى انت مشتاقه لها. غير انك انت قاعده في الشقه هنا، انا قاعده في الشقه هنا ما اعرفش غير نفرين ثلاثه بس كده، والسلام عليكم وعليكم السلام. مش اللي هو بقى هنا عندنا حاجه ما اقولكمش، بص بنقعد بقى كده، شايفين المصاطب ديت، بنقعد بقى كده نشمس، نفرش حصير ونشمس، ناكل قصب. انا على فكره كان ساهم من الضفاه ده، كان فيه كميه قصب وحاجات مش قادره اقول لكم. بناكل قصب، بنقعد بقى نشرب، ناكل بلح، ناكل ترمس، اي حاجه. بصوا الحياه روعه بجد والله العظيم.
فعيالي عشان محبوسين في الشقة، فلما نيجي بقى في البلد بيحبوها، عايزين بقى اللعب وعايزين التراب، وما اقولكمش بقى على التراب وهدوم الشتاء يا لهوي. تعالوا ما اوريكم، انا كنت نقع بقى الهدوم. بص انا بنقع واغسل وانشر، انقع واغسل، يعني انا كنت في بتاع بقى في السقعة دي. بصوا كنت نقعاهم من التراب. التراب انا عندي ابني كان بيستحمى بالتراب وسايبهم، والله قلت لا خليهم يفرحوا فين بنشوف التراب. بصوا كمية هدوم والله فظيعة. سبتهم بقى براحتهم، انا قلت فين بنشوف التراب، وخليهم يلعبوا ويهيسوا، والتغيير عن العيال وكده، النهار كله قاعدين في الشقة وزهقانين ومذاكرة ودروس ودوشة، خليهم يهيسوا في التراب يومين. فسبتهم الصراحة، ما حبيتش ازنق عليهم. ف ما حبيتش ازنق عليهم ان انا اكتم على حريتهم، احنا جايين نشم نفسنا، جايين نطلع من الدروس والمدرسة والجو ده. فسايباهم بقى. بس المشكلة ان هدوم الشتاء ما بتنشفش، اي نعم في شمس وكل حاجة، بس انا بغسل على ايدي، وهناك في غسالات عادية لان مفيش صرف صحي، لسه الصرف الصحي يا دوبك داخل عندهم. فالمشكلة ان الهدوم الشتوية تقيلة، ما بتنشفش بالساهل، بتقعد يومين عشان، ولا يومين او يومين ونص عشان خاطر تنشف. فانا بسيبهم بقى يلعبوا براحتهم، وانا ما كنتش جايبه يعني غير للدرجة يعني وكده. بس الحمد لله الحمد لله، خدنا بجد شوية كام يوم، خدنا 10 ايام 15 يوم تقريبا كده. زي العسل، زي العسل. بص بقى صبرتي، حزينة على صبرتي، والله والله حزينة عليها، كانت نفعاني. بس انا لما سقيتها ميه واديتها ميه، اختي دلوقتي لما بتكلمني بتقولي لا خلاص عشان شربت ميه بقت ايه تروق تاني، هي كانت محتاجه ميه، هم اهملوا فيها وانا سايباها امانه في رقبتهم، ينفع كده؟ فنضفتها كده حواليها وسقيتها وظبطتها وخليتها زي العسل. يعني كده خلاص الفيديو بتاعي، اقول لكم بقى كده خلاص فيديو كل انتهى. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك وشير للقناة وتفعيل زر الجرس.